السلام عليكم. العيد قرب وإن شاء الله هيبقى عيد مبارك علينا كلنا، وكل سنة وإنتم طيبين. بقدوم عيد الفطر المبارك ربنا يجعله خير وبركة على جميع المسلمين، ودايما في خير وسعادة إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض سابليه العيد الهش والناعم جدا بطريقة سهلة وبأجمل تشكيلة وألوان تخليه يبان فخم زي المحلات بالظبط وأحلى من المحلات كمان. خليكم معايا علشان أقول لكم كل أسرار نجاح السابليه خطوة بخطوة. يلا بينا على المقادير. هنجيب كوباية إلا ربع زبدة في حرارة الغرفة، هنضربها كويس جدا لحد ما يفتح القوام وتهيش معانا شوية. نضرب كويس جدا بالطريقة دي. هنكون محضرين بقى نص كوباية سكر باودر، وهنضربها جدا لحد ما السكر يختفي خالص مع الزبدة ويفتح اللون وتهيش اكتر من الاول، يعني تهيش القوام. بصوا ابتدت تهيش ازاي. هبتدي بقى انزل جوانب السكر من الجنب عشان كله يتجانس مع بعض. هنكمل ضرب الخليط. هنكون محضرين بياض بيضة هنحطها، وهنكمل ضرب لحد ما بياض البيضة تندمج مع الخليط. هنجيب بقى الفانيليا، طبعا لازم الفانيليا دي اساسي عشان ريحة البيض. وهنبتدي نخلط كل المكونات مع بعض. هنجيب بقى كوبايتين دقيق وننخلهم بالطريقة دي. لازم نخلي الدقيق يا جماعة لحد ما نخلص الكمية كلها، نخلص الكوبايتين. بعد كده هنجيب ربع معلقة بيكنج باودر، ربع فقط، لان دي مقدار كوبايتين. انت عايزة تضعفي الكمية ضعفي الكمية زي ما انت عايزة. انا عاملة بس مقدار صغير عشان اوريكم الطريقة. هنبتدي بقى نقلب الخليط مع بعض لحد ما يختفي الدقيق. بعد كده هنكمل بايدينا زي ما انتم شايفين. طبعا انواع البسكوتات والسبليهات ما تتعجنش، يا دوبك تقلبي كده بالراحه عشان يختفي الدقيق بس، مش اكتر من كده. بصوا هنبتدي العجينه، بصوا جميله ازاي ما بتلزقش في الايد. اهي بوريها لكم بايدي. هنبتدي بقى نفرد العجينه. احنا ممكن قبل ما نفردها عشان بس ما تعكسكوش ممكن تحطوها في التلاجة كده نص ساعه. هنبتدي بقى نفرد بالنشابة، وهنقطع بالقطعات اللي انت عندك. ما عندكيش قطعات بكوباية مش هنغلب. بفردها بالطريقة دي على هيئة مستطيل مربع زي ما انت عايزة. المهم ايه؟ تكون العجينة متساوية مع بعضها. هنجيب بقى القطاعة ونقطع دواير بالطريقة دي لحد ما نخلص العجينة كلها. بصوا الاشكال، انت عندك اشكال تعملي بيها، ما عندكيش يبقى الكوبايه زي ما انا قلت لك سهله جدا. انا عملت من الناحيه المشرشره وعملت من الناحيه الساده لحد ما نخلص العجينه كلها بالطريقه دي. هنبتدي بقى ناخدها يعني ناخد الدواير دي ونحطها في صينيه ونرصها في صينيه وتتحط في فرن على درجه 170. بصوا ما شاء الله طالعه ماسكه نفسها ازاي. هنرصها في الصينية بالطريقة دي لحد ما نخلص الكمية، وهنكرر الكمية، يعني هنكرر الطريقة لحد ما تخلص العجينة خالص. هنا بقى اوريها لكم في الصينية بعد ما خلصتها وهي بقى بتستوي. هنكون مسيحين شوكولاتة غامقة وشوكولاتة بيضة. انا عاملاها شوكولاتة باللبن بالحليب وعاملاها شوكولاتة بيضة. هنبتدي بقى عندك الاستنباط دي على فكرة بتدي اشكال حلوة جدا، ونحط فيها كل واحدة كده معلقة من معلقة ونص صغيرة شوكولاتة بالطريقة دي. نكسي القعر كله بتاع القالب السيليكون دوت، ونبتدي بقى نخبط فيها كده عشان الشوكولاتة تتساوى. هنعمل شوكولاتة بيضة وشوكولاتة غامقة. بص ده شكل تاني، انا عندي كذا شكل في القوالب السيليكون دي، الصراحة بتدي اشكال روعة. هنا بقى بحط الشوكولاتة البيضة بنفس الطريقة لان هعمل شكلين ابيض
واسود او ابيض وغامق. خلاص كده خلصنا قوالب السيليكون. هنبتدي بقى نحطها في التلاجة شوية عشان تجمد. بص بحاول ان انا اساوي الشوكولاتة ازاي عشان تتفرد كويس في القالب. هنحطها طبعا على درجة 170 زي ما قلت لكم، هتطلع بالمنظر ده. هنبتدي بقى نحشيها بالمربى. عندك مربى تحشيها بيها، عندك شوكولاتة ممكن تحشيها بيها بالشوكولاتة، اي حشو ينفع. انا بحب الصراحة السابليه بالمربى المشمش. هنا هو طبعا انا مغمقه السابليه شويه لان انا بحبه في اللون دوت. عايزين تطلعوه افتح من كده طلعوه. هنا بقى خلصنا كل المقدار. هنبتدي بقى بعد الشوكولاته ما ابتدت تنشف شويه هنحط السابليه عليها بالطريقه دي. الشوكولاته ما تجمدش قوي عشان تقدري تحطي السابليه ويلزق فيها، يا دوبك يعني تتشمع كده. هنا طبعا في واحده اتفتحت بحطها تاني فيها المربى بحطها تاني اهي. حطيت على الابيض وعلى الشوكولاته الغامقه. هتطلع بقى تشوفوا الشكل دلوقتي حكايه. هنا بقى خلاص هنبتدي بقى اطلعها واوريها لكم بالمنظر ده. بصوا الجمال، بصوا بصوا الجمال عامل ازاي، ما شاء الله. بصوا الله اكبر، المنظر خطير. ولسه هتشوفوا الكمالة هنعمل ايه دلوقتي، ما شاء الله. بوريها لكم تاني شكل تاني. الصراحة الاشكال دي بتبقى حلوة جدا في السابليه. عندي بقى الوان الدست. الوان الدست دي بقى هي اللي هتكمل الشياكة بتاعة السابليه. عندي اللون اللؤلؤي وعندي كذا لون، انتي الالوان اللي انتي عايزاها اعملي بيها. هبتدي بقى بفرشة كده رسم، اللي هي الفرشة مخصصاها جايباها مخصصاها للحلويات. هاخد من الدست وهبتدي اوريها لكم. معلش انا بوريها لكم فايديا طلعت فوق بعد الكاميرا يعني معلش. بصوا هنا بعملها ازاي اهي. الشكلين اللي انا عملتهم بالالوان اللؤلؤي وبشتغل بيها. عندي الوان اللؤلؤي وعندي الوان سيمون، كل الالوان الموجوده عندي عملت بيها الصراحه. اخترت الالوان وعملت بيها. هنا اللون الذهبي ابتديت برضو اعمل بيه على اللون الغامق، يعني على الشوكولاته الغامقه. انتي يعني بذوقك انتي المميز هتقدري تطلعي احلى سابليه ممكن تعمليه حسب ذوقك. بص ما شاء الله الوان الدست بتدي يعني شكل رهيب للسابليه. ادي اللون النحاسي، يعني عملت ذهبي ونحاسي وسيمون، يعني الوان جميله جدا. انا مسرعه الحته دي طبعا عشان ايه ما ياخدش وقت معايا. بص المنظر عامل ازاي ما شاء الله. هنا بقى الالوان اللؤلؤيه بعمل كده زي تجزيعات او زي تسيح الالوان. بجيب اللون الروز وابتدي احطه على اللون اللؤلؤي واوزعه عشان يدي كده قلب للورده يبقى شكلها حلو زي هنا بالظبط. بصوا انا عامله ازاي، ادي اللؤلؤي وفي النص كده حاطه الايه اللون الذهبي. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. مفيش والله احلى ولا اشيك من سابليه تعمليه بايدك بالجمال دوت. والسابليه ده بيعتبر من وصفات نواعم العيد. يلا قومي اعمليه والعيد قرب اهو، كل سنه وانتم طيبين. واعمليه لولادك وان شاء الله يطلع احلى سابليه من ايدك. وبكده يكون السابليه الجميل بتاعنا جاهز باكمل شكل وطعم رائع. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد من وصفات الحلو والحادق. واشوفكم على خير في وصفه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.